فكر بنفسك تحت الكرة. المدرب الجديد الذي يدرب الفريق اسمه جاسم مختار، والولد الذي يقاوم جهوده هو حميد الشامل. عنوان هذه الحلقة تأسيس الفريق الأول. حدث ذات مرة ومنذ زمن بعيد حوالي الجمعة الماضية، عاش ويني ذا بو وحيدا في غابة تحت اسم ساندر. كان يضع اسمه على الباب بحروف ذهبية ويجلس تحته. قال شيء ممل. ويني ذا بو لم يكن متأكدا. أفضل كرة القدم، قال صوت ناضج. الآن تأكد. ما الأمر؟ ماذا؟ أنت سيد شامل. جيدة. ما الأمر؟ نادي للكرة؟ الروح الرياضية روح الفريق. نعم، هذا ما نحتاج إليه. هنالك صراع في كرة القدم. على من يريد أن يتعلم الروح الرياضية أن ينضم إلى النادي. كلام فارغ. ابتعد عن طريقي. هنالك دراما في كرة القدم. على من يريد أن يتعلم الروح الرياضية أن ينضم إلى نادي الكرة. ماذا؟ روح رياضية؟ روح رياضية؟ دراما؟ ما المثير في هذا؟ صحيح يا فصيح. أعجب كيف يلعب هذا المسكين كرة القدم. ما رأيك يا درفيل؟ آسف، لا أريد أن أتشاجر اليوم. وداعا. مختار، لقد جمعت عددا كبيرا من الأولاد، حوالي 100 على ما أظن. 100؟ هذا كثير. يجب أن تكون مسرورا لأن عددا كبيرا يريد الانضمام إلى النادي. إذا أردت تكوين فريق كرة قدم فأنا أريده أفضل فريق في البلاد، والأولاد الذين لا ينظرون بجدية إلى كرة القدم سيكونون مصدر إزعاج للفريق. أعرف قصدك، ولكن اترك الأمر. ما الأمر؟ هيا هيا بسرعة، استمروا في العمل. هيا. هكذا أنشأ مختار ناديا جديدا لكرة القدم. الأرجل إلى أعلى. هيا يا أولاد. هل أنت بخير؟ هيا وقوفا. إذا كان هذا يتعبكم ستموتون قبل نهاية التمرين. لا تستسلم، تستطيع أن تستمر. هيا. يا له من مدرب، هذا ما ينتظر من حارس المرمى الأول. يكفي. الآن قفزة الضفدع. اقفز الآن. من؟ أنا سأقفز. جيد، هكذا تماما. استمروا لنصف ساعة بالتناوب. إذا تراخيتم الآن ستندمون فيما بعد. إن كرة القدم بحاجة إلى الطاقة الجسدية وقوة الاحتمال. هيا. يا إلهي،
من تلاميذه تمارين قاسية بينما ينام هو باطمئنان. هل أنت جاد؟ لا يدعك تلمس الكرة وما عليك إلا أن تركض وتقفز. أليس مختار هذا مدربا رائعا؟ أولئك الذين لا يملكون إمكانيات حقيقية يعتقدون أن التمرينات الأساسية هي الأهم. اسكت اسكت، لماذا تهتم بما نقوم به من تمرينات؟ أنت تمزح؟ تقصد أنك تنتمي إلى فريق الكرة؟ لا تجعلني أضحك. ماذا؟ سأريك اللعب الحقيقي. يا دفيل التقطها. حميدو، إذا قمت بقصف الكرة فهل تقدر أن توقفها؟ هل تمزح؟ بالطبع. تسديد جيد، ممتاز حميد وشامل. شكرا لكن. ويل لها. هل فهمت؟ هذه هي الكرة الحقيقية. لا غلطان، إن كرة القدم هي رياضة جماعية. ياه، أنت تكرر أقوال مختار. ما رأيك بهذا؟ هاي أيها الأولاد، ما رأيكم بطريقتي في اللعب؟ ماذا يظن المدرب أنه يفعل؟ أتساءل إن كان المدرب يعرف شيئا عن كرة القدم. سأنسحب أنا أيضا. هيا. أين تذهبون؟ دعهم يذهبون، لا يريدون الاستماع إليك. سيد مختار، سيد مختار. ماذا تفعلون؟ ما زالت أمامك 5 دقائق، ماذا تريد؟ سيد مختار، دعنا نلعب كرة القدم. ماذا قلت؟ أنت تلعب كرة القدم الآن؟ لا، إننا لا نلعب، نريد أن نركل الكرة. ماذا؟ تريد أن تركل الكرة؟ هذا سيأتي فيما بعد. لقد انضممنا إلى فريق الكرة لأننا نريد ركل الكرة وليس للقفز أو الركض فقط. أكثر من نصف الأعضاء ملوا طريقتك وانسحبوا من النادي. هذا أفضل، نحن لا نريد مثل هؤلاء الأولاد في فريقنا. أرجوك اسمح لنا أن نضرب الكرة، إذا لم نفعل سنصبح سخرية المدرسة. حمقى، كرة القدم ليست لعبة بسيطة، بل تحتاج إلى تمرين جسماني. ولكن سيد مختار. حسن، سأريك ما أقصده. تحركوا فورا إلى الملعب. علي أن أعتذر لكم جميعا، ما كان علي أن أبدأ بالتمارين الأساسية. أنتم تظنون أنكم ستكونون سخرية لكل المدرسة. ترى ماذا سيجعل أولئك الأخفياء يفعلون الآن؟ حسن، اخلعوا ملابسكم. ماذا؟ نخلع ملابسنا؟ ماذا بكم؟ هيا اخلعوها بسرعة. في الحال
اخلعوا كل ملابسكم. هيا. هيا. حاضر. طيب. ايها الحمقى، لقد قلت كل الملابس. الآن أنا مثلكم بدون ملابس، لكن هذا ليس عريا. اخلع هذه. هيا أكمل. ماذا؟ هل تمزح؟ هذه قسوة، إنك تتجاوز الحدود. يكفي، لن أطلب أكثر من هذا. لا تقلقوا، هذا يكفي الآن. نحن الرجال نحتاج للاتصال بين أجسامنا، لا تنسوا ذلك واذكروا ذلك جيدا. يا للغباء، لن أدع هذه الفرصة تفوت. معكم 5 دقائق فقط لتوقيع الأوتوغرافات من فريق الموسيقى في الملعب. فريق الموسيقى في المدرسة هنا؟ لا أصدق. حقا؟ هيا بنا. لا أيتها الفتيات، إنه وقت التمرين. أوه، هيا يا بنات بسرعة. ماذا حدث؟ اهدأوا. ما الذي تخجلون منه؟ لا تدعوا أحدا يزعجكم. اهدأوا. بكري وسعد تقدما. هل فهمتما؟ اسمعوا، كرة القدم رياضة التمرير، إنها رياضة الاتصال، إنها رياضة تعتمد بشكل رئيسي على روح الجماعة. حتى تتعلموا كرة القدم الحقيقية لا تنفردوا بالقرار، عليكم أن تثقوا بزملاء الفريق. هذه أهم قاعدة في كرة القدم. لا يمكن أن تلعبوا كرة القدم إلا إذا تخليتم عن كبريائكم وتوقفتم عن التباهي. كل لاعب في الفريق عليه أن يقدم أفضل ما يستطيع من موقعه. لقد جعلتكم تخلعون ملابسكم للتخلص من أي شيء غير ضروري، وتتصلوا ببعضكم دون أن تخافوا شيئا. هكذا تستطيعون فهم زملائكم بشكل أفضل. أوف، يا له من ثرثار. مرحبا يا حميد. ويل للمدرب. يا إلهي، لقد بدأت هانية. من الأفضل أن تكلمه. إذا استمر هكذا فلن يتمكن من إكمال دراسته العليا. هل تسمع ما أقول؟ لن يعد طفلا، دعيه يقرر الأشياء بنفسه. ألن تفعل شيئا إذن؟ هنالك شيء واحد سأقوله لحميدو. أعرف ما هو. حين تبدأ بشيء ما فيجب أن تكمله حتى النهاية، أليس كذلك؟ كيف ألقن مختار درسا؟ لا أريد أولادا أنانيين. حميدة، لماذا ترسل الكرة داخل الغرفة؟ اجلس. ألا تدرس أبدا؟ لا أمانع إذا كنت تحب الكرة. إذا كنت لا تركز على أي شيء بإتقان تام فكيف ستتمكن منه؟ ماذا؟ هل تقصدين أنني لا ألعب الكرة جيدا؟ اسمعي، سوف أتحدى أستاذا اسمه مختار. تتحدى أستاذا؟ بكرة القدم. كرة القدم؟ حميدة، انتظر. لا أريد
أولادا أنانيين. سأغلبك. ألا تعتقد أن ما قاله السيد مختار كان رائعا؟ أنا سوف أبقى معه إلى النهاية. بكري ابتهج، تذكر ما فعله وما قاله السيد مختار. فعلا سوف أنجح، لابد من ذلك. اسمعوا، من يتغلب على نفسه سيحقق النصر في النهاية. أؤكد لكم لا أريد أي طالب لا يقدر أن يضبط نفسه. استمروا. مدرب كبير، يا له من نمر مرمى. إنه لا يفعل شيئا إلا العيش على أمجاده. هي أنت عند الحائط. أنت عند الحائط. إنه لن يرتاح إلا إذا ضمني إلى فريقه. إن كنت تسمعني فأعد الكرة إلي. هذه فرصة العمر. حارس المرمى السابق لفريق الوطني، أنت قشر دون لب، سأجعلك تشعر بالعار. إنهم يسمونها بالضربة الخارقة. آسف حميدو، آسف جدا. مهما كان اللاعب جيدا فإنه لا يفوت مثل هذه الفرصة. لكنك لم تتمرن على هذه الضربة. إنه خطأي. أنا آسف جدا يا حميدو، أقدر شعورك لأنك غاضب. لقد كانت التدريبات قاسية جدا. لا أريد الاستماع لمواعظك. أنا حقا آسف. وما هو شعورك وأنت غاضب؟ هيا اسخر كما تشاء، هيا. أنا آسف جدا، ما كان علي أن أفعل مثل ذلك بك. بالتأكيد أنا معتاد على التمرينات القاسية، فإذا واجهتني ضربة كرة فأنا أردها بشكل غريزي قبل أن ألاحظ. تبا لك. لقد نسيت أنك ما زلت في مرحلة التعليم وليس بإمكانك صد كرتي. تبا لك. آسف لأنني عاملتك بجدية. هيا يا أولاد، الأفضل أن تتدربوا بدلا من الإشفاق على حميدو. لقد أغاظك مختار، أليس كذلك حميدو؟ يا نجلاء. حسن، يبدو أن المباراة انتهت. دولاب الحظ يدور. أنا أعترف أن إمكانياته جيدة، ولكنني رغم ذلك سأهزمه. انتظري، سأهزمه. حسن، سأظل أراقبك حتى هزيمتك النهائية. سأنتظر وأرى. حين أهزم مختار ستشعرين بالرغبة في الكتابة إلي، لكنني لن أقبل ذلك. لست مضطرا، لكنني أحب أن تريني ما تسميه بالهجوم المضاد. بالطبع، ألم أخبرك أن تنتظري؟ سوف ترين. ولكن ما الأمر الآن؟ كيف ستقوم بالهجوم المضاد في مواجهة المدرب يا حميدو؟
إذا لم تسند أقوالك بالأفعال فلن يستمع إليك أحد. اسكتي. سترين بنفسك أخيرا إن كان هذا مجرد كلام. هاي درفيل، أنت هناك. ماذا يحدث؟ هيا درفيل، هل تريد أن تنضم إلي؟ ماذا؟ هل ستعاونني في هزيمة مختار أم لا؟ حقا أتنوي ذلك؟ لن نبقى هكذا طوال الوقت. هذا صحيح، سوف نقوم بخداعه. أكره التحدث إلى عقل عاجز. سنقاتله علانية وبشكل عادل. بشكل عادل؟ أن نتحداه في كرة القدم، نكون فريق كرة آخر ونهزم به مختار. كرة قدم؟ بالضبط. انتظر وسترى. سترى.